بصوا يا حبايبي بقى، دي ميه زمزم اهي، شايفين؟ دي ميه زمزم، شايفين؟ كل دي زمزم، كل دي زمزم، شايفين؟ دي في داخل في المدخل بتاع الحرم بتاع الكعبة، شايفين؟ وقبل يعني انت داخل المدخل ده بتاع صحن الكعبة، بصوا من اوله، من اول هنا كده على الصفين، على الصف ده وعلى الصف اللي هناك اهو، شايفين الصف اللي هناك اهو برضه اهو، شايفين؟ زمزم من الناحية دي والناحية التانية اهو. ده المدخل بتاع الكعبة، المدخل اللي احنا بندخل فيه عشان نروح على الكعبة. الكعبة اهي، ربنا ينولها لكم جميعا يا رب. ودي زمزم اهي، ساقعة تلج وطعمها خطير، بنشرب ما بنشبعش منها. وتشربوا ماء زمزم اللي ما شرب له، تشربوا وتدعوا وربنا يا رب ينولكم ويحقق لكم امانيكم يا رب. على الجنبين، على الجنب اليمين وعلى الجنب الشمال، من اول المدخل لغايه هناك حاطين ميه زمزم عشان الناس تشرب. والكعبه قدامنا هي يا حبايبي اهي. وشوفوا بقى مصلى الحريم، الدنيا زحمه موت اهو. احنا صلينا العصر ومستنيين صلاه المغرب اهو. ربنا يكتبها لكم جميعا يا رب، ربنا يكتبها لكل مشتاق. وطبعا انتوا شفتوا الطواف جوه، الناس اللي بتطوف عند الكعبه. انا قلت اصور لكم ماء زمزم اهو. شايف اللي لابس الجوانش اللبني ده اللي هو المسؤول عن دول، ودوت اللي هو بيمسح الميه اللي بتقع من الناس اهو، ماسك المساحه وواقفين كده 24 ساعه، ربنا يديهم الصحه يا رب اهو. دول اللي هناك دول اللي لابسين بيج، دول اللي هم مسؤولين يعني يرتبوا الكوبايات ويشيلوا الفاضي ويحطوا المليان، حاجات زي كده. وكله بسم الله ما شاء الله تبارك الله، كل ده ميه زمزم. وتفضل يجيبوا غيرها، عربيات بتيجي محمله اللي هي الجراكن دي، البراميل دي بتيجي محملاها وتاخد الفاضي وتحط المليان. ربنا يكتبها للجميع يا رب، ربنا يكتبها لكل مشتاق. عقبالكم جميعا يا حبايبي.